السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صائغ الحروف وليد وهبة لتعليم الخط العربي. احنا إن شاء الله النهاردة هنعمل آية قرآنية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنكتب وإنك لعلى خلق عظيم بالخط الديواني الجلي. كونوا معنا وأرجو منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. احنا هنبدأ الآية من آخر كلمة لأن أنا كاتب آخر كلمة تصميم فوق، فأنا لو كتبت هنا هحتاج اللي أنا أكتب من هنا، ممكن اللي أنا إيديا هنا تلمس الجزء اللي أنا كتبته. فأنا هبدأ من فوق. طبعا أنا مصمم التصميم سابقا، حاليا أنا هنفذ على طول قدامكم معاكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ بس أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، لأن يا جماعة أكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديو ما بيشتركوش في القناة. أرجو أنكم تشتركوا في القناة معانا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعضينا من فوق كلمة عظيم. الخط الديواني الجلي بيتكتب عامة، ممكن تكتبه بقلمين لأن في أجزاء بتبقى رفيعة وأجزاء تخينة. عظيم. احنا معانا في القناة بنعلم الخطوط العربية كلها. الخط العربي شيء جميل يا جماعة. فن راقي 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 راقي. أرجو أنكم تستمتعوا معايا إن شاء الله. وتشتركوا معانا في القناة. وإنك لعلى خلق. 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 لعلى. على. لعلى. فاضل لنا كلمة وإنك. وإنك. أرجو ما تنسوش تشتركوا في القناة معانا. اشتركوا معانا في القناة يا جماعة، إن شاء الله تشوفوا تعلموا الفن الحقيقي. واخدين بالكم يا جماعة، الخط الديواني معتمد اعتماد كلي على الدوائر.
من أجاد الدوائر أجاد الديواني. وإنك عظيم خلق عظيم. أرجو إن التصميم ينول إعجابكم، وأرجو إنكم الوقت ده من اللحظة دي تقرروا تعلموا الخط العربي معانا، ويشرفني اشتراككم. كان معكم وليد وهبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.